لهذا السبب لا يريدك الغرب أن تكون مسلما. سوف أشرح لك لماذا. إذا أراد جميع سكان العالم أن يصبحون مسلمين فستختفي صناعة الكحول التي تبلغ قيمتها $1 تريليون. ستختفي ما قيمته 500 مليار دولار من القمار. ستختفي أرباح 50 مليون دولار من أرباح الإباحية. ستنتهي القروض الربوية التي تعتمد عليها البنوك العالمية. سيكون انتحارا للاقتصاد الخبيث الذي بنوه. لهذا لا يريدونك أن تكون مسلما، لأن المسلم يتسم بأسلوب حياة منضبطة. بكونك مسلما منضبطا يصبح من الصعب السيطرة عليك، ولهذا السبب تعمل وسائل الإعلام الغربية ليل نهار للسيطرة وبرمجة عقولكم وعقول أطفالكم. ألم تلاحظوا أن هذا الجيل فقدوا إحساسهم بالخجل؟ لقد أصبحوا أشخاصا يتبعون رغباتهم وشهواتهم، والمدافع الوحيد والقوي ضد هذه الإيديولوجية البشعة هو الإسلام. احمد الله على نعمة إسلامك والتزم على طريقك المستقيم.